يا مساء الهنا والسعادة عليكم يا أجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جاية لكم بفيديو جامد جدا. هنتكلم النهاردة عن الكبسولات الرهيبة، عن الكبسولات الفظيعة اللي مكسرة الدنيا كلها، قلبة السوشيال ميديا وقلبة الفيسبوك كله من الكبسولات الرهيبة ديت، بجد فظيعة وخطيرة. طبعا علبة الكبسولات ديت ب 50 جنيه، فيها 90 كبسولة. طبعا بتلاقيها في اي المحلات اللي هي بتاعت الميك اب يعني. رخيصة، لكن بتبقى على النت بتبقى غالية. تمام، علبة الكبسولات دي فيها 90 كبسولة، انا جايباها ب50 جنيه. تمام، انت ممكن بتجيبي علبة وبتقسميها انت واي حد، يعني انت واختك انت وصحابك بتقسموها مع بعض. تمام، الكبسولات دي فيها منها انواع، في منها كبسولات فيتامين سي زي ديت البرتقاني دي، وفي منها اللي هي الصفرة فيتامين ايه. تمام، الكبسوله بقى دي يا بنات انا هقول لكم على الفوائد بتاعتها، بجد انا ما بقدرش استغنى عنها. ممكن اصلا بتشتريها كده بالواحده ب2 جنيه في اي مكان بتاع مستحضرات تجميل اللي هو ميك اب يعني. تمام، الكبسولات دي بقى يا بنات كريمي. العلبه زي ما انا قلت لكم فيها 90 كبسوله، بجد وهم، بجد حاجه كده وهم، بتفتح بشكل فظيع. والاجمد بقى يا بنات انها من اول ما بتحطيه على وشك او اي مكان في جسمك عايزه تفتحيه بيظهر التفتيح من اول ثانيه في فترة بسيطة. بتشيل بقى الخطوط وأي علامات في البشرة، وبتخلي البشرة كده حرير حرير يا بنات. وفيها كمان الكولاجين مع فيتامين بقى اللي هو السي، المسؤول عن جمال بشرتك. تمام، بجد روعة. اللي هياخدها بقى كده ويشتريها هينبهر بجد. بتتحط مرة من مرة يعني لمرتين في اليوم. تمام، الكبسولة بتستخدميها مرتين، الكبسولة من دي بتستخدمها مرتين. تمام، أنا بستخدمها طبعا قبل النوم. تمام، بتقاس طبعا بتقضيكي مرتين. تمام، والكبسوله اصلا بتفتحيها بتبقى فيها كريمي كده، وكمان بتحمي بقى البشره من الجفاف. والكبسوله زي ما انا قلت لكم بتستخدموها مرتين. اقول لكم بقى الفوائد بتاعها. اول حاجه بتفتح بقى لون البشره، وكمان فاعله لتجديد خلايا محيط العين، وكمان بتزيل ازاله التجاعيد، وكمان بتعمل بقى ليكي خدود كده وبتسمن الخدود، بتتخن الخدود، وكمان بتوحد بقى لون البشره بقى يا بنات. وكمان بقى بتتخلصي من الهالات السوداء تحت العين، وبتعمل بقى كمان بقى فاعله لازاله تشققات الجسم. وكمان بقى بتنشط الدوره الدمويه، اللي هي كمان بتزيد من امتصاص اللي انت الكبسوله دي بتزيد من امتصاص الكريمات، وبتستفادي منها للبشره. كريمي البشره يعني تستفادي من من الكبسوله دي الكريمي. تمام، وبتعمل بقى نعومه بقى مش قادره اقول لكم، نعومه جامده جدا يا بنات، مش قادره اقول لكم بجد. انا لو فضلت اتكلم على الكبسوله دي مش هديها حقها، بجد فظيعه، وهم وهم وهم. انا بستخدمها زي ما انا قلت لكم كل يوم بالليل، يعني بستخدمها بالليل، بغسل وشي باي غسول عندي. يلا بقى بينا، انا هستخدم بصوا بقى قبل ما احط اي حاجه، شايفين؟ قبل ما احط اي حاجه اوريكم يعني منظر ايديا. طبعا انا بستخدم لكم على ايديا، انتوا بقى تستخدموا على بشرتكم بقى. يعني انا اكنها استخدمها على ما بستخدمها على ايديا اكنها استخدمها على بشرتي. تمام، زي ما انا قلت لكم انا بستخدمها بالليل. تمام، كل يوم بالليل يا بنات قبل النوم بتنضفي بشرتك كويس جدا، وبتفتحي واحده من الكبسوله، وبتاخدي منها اللي هو السيروم اللي هو جوه الكبسوله اللي هو الكريمي. تمام، هي في منها زيتي وفي منها زيت وفي منها كريمي، بس انا بحب استخدم اللي هو الكريمي. وبتوزعيها بقى على بشرتك، يعني من تحت بقى لفوق واسفل العيون والرقبه، دلكي بقى. ويا ريت بقى لو تخلطيها بقى مع شويه كريم مرطب، بتبقى خطيره. الكبسوله يا بنات تناسب البشره الجافه والعاديه والمختلطه اللي الدهون فيها قليله كمان. وكمان بقى بيناسب مختلف الاعمار. بتستخدميها كمان الرجال، يعني بتستخدميها للرجاله بتستخدمها وكمان الستات بتستخدمها، يعني للنساء وللرجال. تمام، رهيبه بجد. والاستعمال اليومي الكبسوله بتكفي بتعيد للبشره نعومه، وبتقضي يعني على التجاعيد واي منها في حاله عدم وجوده. من اول مره بتنبهري، من اول مره بتستخدميها بتنبهري انبهار شديد جدا، وبتعمل نعومه للبشره بطريقه فظيعه. يلا بقى بينا، انا هفتحها معاكم زي ما انتم شايفين كده، وانتوا بقى هتنبهروا معايا كمان. انا كده ببتدي اللي انا بوزع كده قدامكم على ايديا. بتوزعيها كده نقط، انا لما باجي استخدمها بوزعها
نقط كده. يعني انا بغسل بشرتي زي ما انا قلت لكم بالغسول، وببتدي بعد كده بنشف بشرتي، بعد كده بحط بقى الكبسوله ديت على ايه، على بشرتي كده زي ما انا حطيتها على ايديا، وببتدي اللي انا بوزع الكبسوله زي ما انا قلت لكم بتستخدميها مرتين، تمام، وبتحطيها على بشرتك وعلى رقبتك. عايزه تستخدمي الكبسوله كلها اللي انت ممكن تستخدميها على بشرتك وتحطيها على رقبتك، والباقي من الكبسوله تحطيه على ايديكي، تمام، بتبقى جامده جدا، بتدي نعومه وتفتيح. بصوا التفتيح بقى من اول لحظه يا بنات. ايه، بصي بقى اللي عنده بقى كريمات اساس والبودره والحاجات دي كلها، استغنوا عن الحاجات دي كلها، دي حاجات فيتامين سي. بايه، بصوا بقى التفتيح وهم بجد فظيعه. بصوا التفتيح يا بنات مش قادره اقول لكم. وكمان بتنفع انا بستخدمها، بحب استخدمها بالليل لما باجي اصحى من النوم بقى الصبح، بلاقي وشي منور زي البدر المنور كده، وبتبقى فيه تصفيه في البشره ونضاره. بصوا فظيعه بجد فظيعه. طبعا الكبسوله ما شاء الله فيها كتير. انت زي ما انا اقول لكم انصحكم ان انتوا تجيبوا العلبه كامله، بيبقى احسن يعني. بجد فظيعه التفتيح، مش قادره اقول لكم تفتيح وتحس البشره كده متساويه ويعني بص مش قادره اقول لكم بجد فظيعه فظيعه. احنا طبعا عارفين ان انت ممكن اصلا بتستخدميها في رمضان، تبقى حلوه. بصوا زي ما انتم شايفين الفرق، تفتيح رهيب. الفرق ما بين ايدي دي والايد دي متساويه، وكمان بتدي لمعان للبشره ونعومه ونضاره. مش قادره اقول لكم بجد جميله يا بنات، استخدموها حلوه جدا. والافضل انتوا تستخدموها قبل ما تناموا، زي ما انا قلت لكم بتصحوا الصبح وتلاقوا البشره نضاره، يعني نضاره غير طبيعيه، بتلاقي نعومه وبياض وتفتيح، حلوه جدا يا بنات. وكمان اصلا ممكن بتستخدميها بالنهار برضو، وممكن بتخرجي بيها، يعني انت تخرجي بيها اصلا. وغير كده كمان لو غسلت وشك وتوضيتي او كده يعني، وغير كده كمان يا بنات لو انت اتوضيتي او كده ما يعني ما بتتشالش، بالعكس بالذات بالزيت يعني حلاوه. زي ما انتم شايفين منظر الايد من دي او دي، بجد وهم وهم وهم. انصحكم بجد تجيبوها وتجربوها. هتدعوا لي، وادعوا لي في الكومنتات بقى. بس ما تنسوش بقى يا بنات اللايك والشير.